السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم كيك كيجي ممتاز جدا للكوتي او للفطور الصباح. طريقه رائعه، كيجي على شكل طورطه. غادي نحتاجو فقط جوج د البيضات. غادي نحضروا واحد الكيك اللي كيجي هشيش وطالع كيف كتشوفوا، والمذاق ديالو كيجي جد رائع. ان شاء الله تجربوه وتردوا عليا الخبر. كيجي زوين بزاف. المكونات ساهلين واقتصاديين كيف العاده. كيف كتشوفوا هنايا بعد ما قطعت لكم الكيك باش تشوفوه من الداخل كيجي هشيش وخفيف، والمذاق ديالو كيجي لذيذ كيف قلت لكم. ننتقلوا للمقادير وطريقه التحضير. عندنا كاس ديال الحليب دافي القياس بكاس العنبه، جوج بيضات، نص كاس ديال الزيت، جوج كيسان ديال الدقيق، كاس لاروب ديال السكر سنيده، جوج خمارات كل خماره فيها 8 غرام، وجوج اكياس من السكر منسم بالفانيلا، وقبصه من الملح. كناخذوا واحد جبانيه كبيره فاش غادي نخلطوا الكيك ديالنا. كيف كتشوفوا هذا الكيك ما كيحتاج كاع نديرو في الطراب الكهربائي، فقط بالطراب اليدوي. كنديروا السكر، كنضيفوا عليه سكر فاني، وما تنساوش تزيدوا واحد القبصه ديال الملحه كتعطي التوازن في الكيك، ما كيجيش باسل. وغادي نزيدوا جوج البيضات. بالنسبه للبيض هنا كيكون على درجه حراره المطبخ، ما كيكونش بارد باش كيساعد دائما الكيك كيجي طالع ما كيخليش يهبط في الفران. غادي نزيدوا له قبيصه ديال الملح، ومن بعد غادي نطربوا كلشي بالطراب ديال اليد حتى كيذوب لي داك السكر مع البيض. كنضربوه واحد 4 ديال الدقائق حتى كيرغوي لي البيض مزيان مع السكر. عاد كنزيدوا الزيت. بالنسبه للزيت كنديروا غير نص كاس ديال الزيت القياس دائما بكاس العنبه اللي فيه 150 مليلتر. وغادي نعاودو نخفقوا الكل مزيان مع بعض حتى كيندمج داك الزيت ما كيبقاش باين. الحليب غادي ندفيوه، كنديروه في واحد الكاسرونه حتى كيدفى. عاد كنخليوه في كياخذ درجه حراره المطبخ، وكنستعملوه في الكيك ديالنا. كنزيدو كاس كامل عامر ديال الحليب، كنطربوا كلشي. ودابا كنزيدو الدقيق. عندنا جوج كيسان ديال الطحين فقط كافيين في هاد المقادير اللي عطيتكم. ضروري تغربلوا الدقيق ديالكم قبل ما تضيفوه للكيك. وكنزيدو جوج خمارات، كل خماره فيها 8 غرام. كنديروا 16 غرام ديال الخميره الخاصه بالحلويات، ودائما حتى هي كنغربلوها باش كنزولوا من هذوك الحبيبات اللي كيكونوا كتندمج لينا مع الخليط ديال الكيك مزيان. صافي دابا كنبقى نضيف الدقيق شويه بشويه وانا كنخلط بالطراب حتى كنحصل على واحد الخليط اللي كيكون عاقد، ما كيكونش خفيف وما كيكونش ثقيل بزاف. دائما الكيك اللي كنديروا فيه التفاح من الفوق كيكون الخليط ديالو ثقيل شويه على الكيك العادي، باش هذاك التفاح ما يهبطش لينا، او داك التزيين اللي غادي نديرو من الفوق ما يهبطش لينا لتحت. والنوعيه ديال الدقيق اللي كنستعملوه في الكيك كتكون نوعيه جيده خاصه بالحلوى، باش الكيك ديالنا كيجي زوين ما كيجيش مدقص. وكنعطيوه الخاطر ملي كنطربوا بالطراب ديال اليد. كل حاجه كنطربوها كيف قلت لكم بوحدها حتى كتندمج. عاد كنضيفوا باقي المكونات. دابا كندهنوا المول ديالنا بالزبده ونرشوه بالدقيق ونخويو فيه الخليط ديال الكيك. كنهز يدينا الفوق ونخويو بالتساوي باش كتجينا الكيكه ديالنا طالعه من الجوايه كاملين، ما كتجيش طالعه من جهه وهابطه من جهه. كنخليوها على جنب. كنجيبوا جوج ديال التفاحات كيكونوا مغسولين مزيان، كنقطعوهم على جوج، كنحيدوا لهم هذاك الزريعه اللي كتكون الوسط، وكنقطعوهم على شكل هلاليات كيكونوا رقاق بالقشره ديالهم. وفي هاد الوقيته كنكون شاعله الفران ديالي كيسخن من الفوق والتحت على نار متوسطه، لان هاد الكيك هذا غادي نطيبوه على فرن اللي كيكون ساخن. التفاح اللي كنستعملو في الكيك كيكون قابط راسو قاصح، ماشي داك التفاح اللي كيكون طايب بزاف. كنستعملو التفاح اللي كيكون شويه شاد راسو باش ملي كنزينو به وكيدخل الفران كيطيب كيبقى شاد الفورمه ديالو، وكيبقى داك التزيين باين. كناخذوا التفاح بعد ما عصرنا عليه واحد عصير ديال ربع حامضه باش ما يكحلش لينا. كنديروا به كيف كتشوفوا كنضو نجيبوا به الدور على الكيكه باش كيعطينا على شكل وريضات. كنديروا وحده حدا وحده.
ملي كنساليو كنديروا الزبيب، كناخذوا شويه ديال الزبيب الاسود مغسول وكنرشوه على الوجه ديال الكيكه من الفوق. تقدروا كذلك ترشوا شويه ديال اللوز الفيلي الا بغيتو. وفي الاخير غادي نرشوا التفاح ديالنا مع داك الزبيب بواحد كيس من سكر منسم بالفانيلا، تقريبا واحد المعلقه كبيره مع مرش ديال السكر سنيده او سكر فاني من الاحسن باش كيعطينا ديك النسمه ديالو كيجي حسن. وفي الاخير كنرشوا بواحد شويه ديال القرفه، واحد القريصه كابين يدينا كنرشوها على التفاح باش كيعطينا داك اللون وحتى كيتواتى المذاق ديالو مع التفاح. صافي ملي كنساليو كندخلوا الكيك ديالنا للفرن اللي كيكون سخون من قبل، كنشعلو من الفوق لتحت حتى كيسخن مزيان، بعد كنطفي الفوق كنخلي غير تحت اللي شاعل وكنقص النار كتكون هادئه حتى كتطلع الكيكه، ومن بعد كنشعلو لها الفوق باش كتحمر وكنخرجوها. ملي كنخرجوها من الفران كنخليها واحد شويه كتشد راسها كتبرد تقريبا واحد 3 ديال الدقائق. صافي كندوزو على مع الجناب ديال المول باش كنتاكدوا منها انها ما لصقاش. ملي كتبدا تحرك لينا كنهزوا المول كتبدا تحرك، صافي كنقلبوها فوق شي تبسيط وكنعاودوا نقلبوها في التبسيط ديال التقديم. وفي الاخير قبل ما نقدموها كندهنوها بواحد 2 معالق كبار من مربى المشمش وكنخليوها في الثلاجه كتبرد. كنتناولوها على شكل طورطه اولا كتقدم على شكل كيك سخونه او دافيه، كيجي الشكل ديالها زوين وحتى المذاق. ما تنساوش الا عجبتكم تخليو ليها واحد اللايك وكذلك تبارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم. الا كنتو باقي ما مشتركينش اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد الوصفات اللي كنحط. نتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله.